نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام غزولاتي، سلام دوك الفحلات دوك الزينات اللي دائما ينتظروا هذه الأطباق التقليدية. بطبيعة الحال أطباقنا الجميلة، أطباقنا الروعة اللي وارثينها من الأجداد، كذلك مفيدة للصحة. حاولوا تتابعوا الفيديو من الأول إلى الآخر. حبايبي، اليوم جبت لكم فيديو اللوبيا بكرعين البقري. يعني كرعين البقري حاجة بنينة، حاجة اللي يعرف يطيبها راح يجي طبق رائع رائع جدا. وإذا تبعتوا الخطوات يعني اللي دايرهم في الفيديو أكيد راح تنجحوا في هذه الوصفة اللي جبتها لكم اليوم. حبايبي، أول شيء راح نديروا اللوبيا الترغن كما نقولوا حنايا، نشمخوها يعني ونخلوها على جنب حتى تنفخ معنا وتصير على هذا الشكل. هنايا اللوبيا راه وجدت معايا كما راكم تشوفوا، زاد الحجم نتاعها وتنفخت باش طيب لنا بسرعه كما راكم تشوفوا. هنايا كذلك راح ناخذ لك الكرعين وراح نغسلهم مليح، يعني مهما نجيبوهم يعني نقيين، حنايا كذلك نعاودوا نحاولوا نغسلوهم ونشلوهم ونخرطوهم من هذاك كيما نقول لك ديك الكحوليه نتاع التشواط، ويصيروا على هذا الشكل. يعني حاولي تغسليهم مليح. حبايبي، الكرعين تاع البقري روعه روعه كذلك، يعني فيهم كولاجين، يعني الكولاجين هذاك ينفع كذلك حتى للمفاصل. يعني تشوفوا يعني اهل الصين ياكلوا فيهم بالبزاف. علاش ياكلوا فيهم بزاف؟ لانهم مفيدين جدا للصحه. هنايا ناخذ البصله كما راكم تشوفوا، راني قردتها وجدتها في الكوكوط باش نرمي عليها هاد الكرعين ونرمي عليها هاد اللوبيا. يعني العمليه سهله وبسيطه كذلك وماهيش مكلفه كذلك. يعني حاولوا تتابعوا الفيديو وراح تجي معكم واحد الطبق رائع 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 جدا. وحاولوا تقردوه في البرد، يعني هذا راح ينفعكم يعني لما تكون النهار بارد يعني وشتوي يعني وثلوج. يعني حاولوا ديروا هذا الطبق، اكيد اكيد راح يجي معكم بنين وصحي. هنايا درت الكرعين كما راكم تشوفوا في الكوكوط، فرغت عليهم اللوبيا. هنايا درت البصله، درت الكرعين، درت كيما يقول لك اللوبيا. البصله راها من التحت، درت فوقها الكرعين ودرت اللوبيا. هنايا راح ننصب يعني نطيب بارد في بارد. وهنايا راح ندير عليها هذيك الدغميره اللي وجدتها بالثوم ووجدتها بالقزبر والتوابل اللي هي شويه حرور، شويه كمون، شويه بزار، وشويه زعفران، وكذلك الطماطم المصبره. وفرغتها على الكوكوط نتاعي ودرتها طابت، وهي وجدت معنا اللوبيا بالكرعين طايبه كما راكم تشوفوا. جات روعه، جات بنينه، جات تشهني. يعني كنتشوفوا الريحه نتاعها راه طالعه للزنقه كما نقولوا حنايا. جات روعه روعه. يعني حاولوا تتابعوا الفيديو راح توجدوا طبق يعني كيما هذا، طبق رائع. اللوبيا بالكرعين جات تشهي وجات بنينه، وخاصه خاصه يعني في فصل الصيف. يعني الاطباق هذه راها يعني تاع الحبوب الجافه، وخاصة اللوبيا لما تديريها بالكرعين ولا يعني تجي رائعة رائعة جدا، تجي بنينة وتجي مفيدة كذلك للصحة. حاولوا يعني تجربوا هذا الطبق وتخلوا لي التعاليق نتاعكم في لي كومونتير. اتمنى حبايبي يكون عجبكم الفيديو ولا فيديو آخر بإذن الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، بدون أن تنسوا دعمي بجيم والاشتراك. وبطبيعة الحال لقاء فرصة ممتعة.